السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنحضر مع بعض البرغل او الكسكس المصري زي ما بتقول عليه، بطريقة سهلة وفي 10 دقايق بدون كب، والنتيجة احلى من الكب بكتير. معانا 3 كيلو دقيق هننخلهم، خلصنا الكمية. معانا بولة فيها مية ومعلقة ملح، وفي الدقيق حطينا معلقة صغيرة بيكنج باودر. هننزل بزيت بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. مهمة جدا الخطوة دي، ايد بتحط مية وايد بتقلب لحد ما الدقيق يختفي خالص ويفرول في ايدينا. اهم حاجة اوعوا تنسوا صلوا على الحبيب. في ثواني، ما بياخدش وقت يا جماعة غير وقت السوا. وما تخافيش، جربي، هاتي كيلو واحد دقيق جربي فيه، حتى لو في اغلاط المرة اللي بعديها هتتفادي الاغلاط دي. هو سهل جدا على فكرة، مفيش حاجة صعبة. اي حاجة عايزة تعمليها ممكن تعمليها، سهل جدا. شايفين مفرول ازاي؟ هنبرمه بالطريقة دي، اسهل طريقة تلف بيها البرغل في ثواني. هو فعلا ما خدش 10 دقايق، بس اهم حاجة في نفس الاتجاه. يعني حتى انا تعبت هبدل بايديا التانية وبرضو في نفس الاتجاه. لو عملنا اتجاه عكس بيفك مننا. اهم حاجة يكون نوع الدقيق كويس، تكوني مجرباه في كذا حاجة يكون كويس، لان في دقيق بيبقى لونه غامق، في دقيق النتيجة فيه مبتبقاش حلوة في البرغل. البرغل من الحاجات اللي لازم الدقيق فيها يكون كويس اوي. البرغل ده كان زي السفنج يا جماعة واحنا بناكله بجد، كان طري جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. طبعا احنا محضرين حلة البخار فيها نص الحلة مية بتغلي على البوتاجاز، حطاها تغلي على ما اخلص. بص هنا خلصنا في ثواني اهوت. هو هنا خلاص جهز معانا. هننخله بالغربال. هنقله في حلة عشان نبدأ ننخله. جربوا البرغل بطريقتي دي وهتدعولي. بصوا بيتنخل بسهولة ازاي. في الاخر بيبقى فيه شوية كده ما بينزلوش بسهولة.
شايفين ما عادش فيه حاجة خالص اهو، حاجة بسيطة خالص اللي طلعت. معانا الحلة جاهزة بتغلي ازاي، المصفى، ومعانا شاش ابيض مخصصين للبرغل، الشوك او معالق نحطها تحت بترفع البرغل شوية ما يبقاش مكتوم، نساعده في السوا. هنحط البرغل بالراحة في الحلة، هنغطي البرغل بالشاش زي ما انتوا شايفين كده، والنار عالية، وهنغطي كمان بغطا الحلة. خلاص البرغل خد معانا حوالي ساعة ونص، انا بسيبه لحد ما يستوي كويس. حبيت اوريكم خطوة خطوة. كده خلاص هشيله على صينية يبرد عشان نرده. هنرده بايه؟ هنرده باللبن. مجهزة كيلو لبن غليته وسبته يبرد. طبعا ممكن نرده بمية عادي او بشوربة، بس احسن حاجة اللبن، يبقى طري وطعمه اجمل بكتير طبعا، بس عادي جدا ممكن ترديه بمية او شوربة. المعتاد او المتداول دايما بيردوه بمية، بس لو مجربتيش اللي بترد بلبن جربيها تدعيلي. هنا طبعا في حتت بتبقى في الحرف كده ساعات بتبقى معجنة شوية، بنشيلها عشان ما تعملش كتل فيه وما طلعش كتير. حاجات بسيطة خالص. هنفككه طبعا كده بالراحة، لان استحالة نحط ايدينا، طبعا بيبقى سخن جدا. بالمقصوص هنفككه. خلاص خلصناه. هنا معانا الغربال تاني، هننزله تاني وبيبقى اسهل من اول مرة بكتير. بينزل شايفين سهل خالص. الكتل اللي فوق مسافة ما بحط ايدي بتتفكك في ثواني، لان هي مش مكلكعة، هو بس منه سخن، وانا بفككه بالمقصوصة فما بيتفكش بقى كله زي ما بنفككه بايدينا. اهو في ثواني هنكون خلصنا. هتشوف شكله بقى عامل ازاي. الكاميرا والله ظلماه يا جماعة، لونه جميل، مدي صفار خفيف كده، لونه تحفة. هننزل باللبن، ال3 كيلو خدوا كيلو لبن. هنقلب كده لحد ما يتشرب خالص، نحس ان ايدينا طالعة منه مش مبلولة، ايدينا بتبقى مرطبة كده في النهاية، يتشرب خالص نهائي. تعرفي ان كده خلاص. هنحطه بقى في الحلة.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. صلوا على الحبيب، ما تقعدوش ساكتين كده، ما تتفرجوش وانتوا ساكتين. شايفين الشطارة؟ هنا جهزنا طبعا، اتأكدنا ان المية لو كويسة بنحط البرغل عادي. المية قلت بنزود المية. تبص على الحلة الأول، البرغل خفيف كان زي السفنج والله. هو لونه أساسا بيتكلم عن نفسه. مش في الخطوة دي تاني مرة اما بنرد ما بنغطيش بغطا الحلة، ما بنكتموش، بنسيبه كده هو بيزيد بقى ويستوي حلو. هنا هنجهز مع بعض الشوربة الحمراء، الراعي الرسمي للبرغل. شوربة حمراء وشوربة بيضة وسلطة. هنا معلقة سمنة بلدي وتوم مفروم. التوم هياخد لون معانا، يبدأ دخل على حمار كده، وننزل بعصير الطماطم. ضفنا فلفل اسود، ملح، مكعب دجاج، طبعا برغل، لحمة لازم الماسورة حلوة كده تدينا شوربة حلوة. هنحط شوربة لحد ما نوصل للقوام، ما بتبقاش خفيفة قوي. البرغل هنا معانا استوى، نزلناه. طبعا هنا مش محتاج يتفكك، هو بيبقى متفكك لوحده من اللبن اللي خده كده. في ثواني هنعينه في الفريزر، مش هنحط السمنة، بنحط السمنة على قد ما هناكل بس. هنا هنجيب صينية، هنحط الكمية اللي هنقدمها. اوعوا تنسوا تحطوا لي لايك واشتراك وكومنت حلو. هنا حطينا السمنة البلدي اهي، هتسيح بسرعة لانه هو سخن. واشوفكم في فيديو جديد، وبالهنا والشفا وفي رعاية الله.